جريمة إنهاء حياة عروس المحلة. وقال مصدر قضائي مطلع على التحقيقات للقاهرة 24 إن شقيق الضحية روان عروس المحلة تنازل عن الحق المدني في قضية مقتلها على يد زوجها بسلاح أبيض سكين بصفته الوريث الوحيد بعد وفاة والدها عقب مقتلها بشهرين، متأثرا بحزنه عليها. وأضاف المصدر أن قرار المحكمة بالحبس عامين تجاه المتهم جاء لتنازل شقيق الضحية عن حقه المدني في القضية وتصالحه مع المتهم في جريمة قتل عروس المحلة. وجاء في قرار إحالة المتهم بقتل زوجته عروس المحلة لمحكمة الجنايات أن المتهم قتل المجني عليها وتدعى روان محمد عبد السلام شرطة زوجته شرطة عمدا دون قصد أو سبق إصرار، بأن تعد عليها طعنا بسلاح أبيض سكين قاصد قتلها في أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياتها على الفور. تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا من العميد مأمور قسم ثانٍ المحلة بورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 22 عاما ترتدي كامل ملابسها ومسجاه على ظهرها وبها طعنة نافذة بالبطن وممسكة بيده سلاح أبيض سكين وعليه آثر دماء.